السلام عليكم شباب تالتة ثانوي، كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم كلها تفوق ونجاح. النهاردة جايين نتكلم على المغامرة بتاعتك، على الرحلة بتاعتك، رحلة تالتة ثانوي. رحلة هتبقى سعيدة إن شاء الله وبسيطة وجميلة وما تخافش منها خالص، احنا معاك في كل حاجة. هنبدأ من أول الوقت لحد آخر السنة معاك، وفي كل حاجة أنت محتاجها هتلاقينا معاك. تمام؟ النهاردة هنتكلم على حاجة اللي هو الكورس التأسيسي بتاعك. يعني ايه كورس تأسيسي عشان تبقى فاهم؟ انت كطالب ثالثه ثانوي بيتعامل معاك المنهج بتاعك ان انت درست كل المراحل القديمه اللي انت خدتها، يعني انت هتتسأل في كل حاجه انت خدتها قبل كده في الماس. علشان كده انا بجيب لك كل الاساسيات اللي انت هتحتاجها في المنهج بتاعك ونبدأ نتكلم عنها. تمام. طيب المنهج بتاعك يا مستر ده كبير جدا وفي حاجات كتير قوي ناسيينها والكلام ده. لا، انا هفكرك بكل جزء انت محتاجه. طيب الطلبه اللي قدامي دي متقسمه ل3 انواع. النوع الاول اللي هو كان بيذاكر اولى وثانيه وكان على طول بيذاكر، فالموضوع بالنسبه له هيبقى سهل، هو مجرد هيفتكر الحاجات دي وهيشتغل على طول. في ناس تانية كانت نص ونص، يعني كانوا بيذاكروا نص ونص، اللي هو يحل واجب مره ومره لا، الكلام ده هيتعب شويه صغيرين، ان هو هيمشي الدنيا تاني. في الجزء الثالث بقى اللي كان مريح اولى وثانيه علشان يشد في ثالثه، هم دول اللي هيتعبوا معانا شويه. طيب عشان ما اطولش عليكم، بص معايا، احنا النهارده هنتكلم على اول فرع الكالكولس. فرع الكالكولس ده انت اول حاجه خدته في ثانيه ثانوي، هو كان فيه اساسيات كتير جدا، فانا محتاجك عشان تبقى عارفه لازم يبقى عندك الاساسيات اللي انت خدتها في ثانيه ثانوي وشويه حاجات كده في اولى ثانوي في التريج. طيب فانا عشان كده انا مش هشرح لك كل المنهج، كل الحاجات اللي انت خدتها قديمه، لا، انا هشرح لك الجزء الخاص بالكالكولس اللي انت خدته قبل كده. طب يا مستر الحاجات القديمه، حضرتك هتستلم كتاب صغير كده فيه كل الاساسيات اللي عندك من اولى ابتدائي لحد ثانيه ثانوي اللي انت هتحتاجها. بس انا مش هقدر اشرح لك كل الكلام ده عشان مش عايز اتوهك، انا بس هشرح لك ايه، يعني مثلا دلوقتي ده فرع الكالكولس، انا هشرح لك الجزء الخاص بالكالكولس اللي انت محتاجه. لما اجي ابدا لك فرع الالجبرا، هاجي اشرح لك كل الاساسيات بتاعه الالجبرا اللي انت محتاجها في ثالثه ثانوي. لازم تبقى داخل ثالثه ثانوي فاهم الكلام ده، ونفس الكلام في كل فرع. فانا مش عاوزك تقلق من اي حاجه. وكمان وانا بشرح مثلا جيت في الدرس الثالث الدرس الرابع في حاجات قديمه هتلاقيني بشرحها لك قبل الدرس، بلمها لك كلها كده فاشرحها لك وافكرك بيها. وكمان الكتاب ده الصغير اللي انا قلت لك عليه من شويه هتلاقي فيه كل الاساسيات اللي انت محتاجها. مش عاوزك تقلق خالص، انا عاوزك بس تركز في اللي انا هقوله لك في الاخر عشان ما اطولش عليك. احنا دلوقتي هنبدا اول حاجه الكالكولس، اخر حاجه انت درستها في ثانيه ثانوي. الكالكولس كان بيتكلم في 3 حاجات اساسيه. اول حاجه الليميتس، تاني حاجه الديريفيتيف، تالت حاجه الانتجريشن. وهو ده اللي احنا هنتكلم عليه بالتفصيل النهارده. بس في معلومه عاوز اقول لك عليها قبل ما ابدا معاك، معلومه مهمه قوي. اللي انت خدته في اولى وثانيه ثانوي وكان شكل النظام الامتحانات والكلام ده كله كان طبعا حاجات مباشره وسهله جدا. ثالثه الدنيا بتتغير تماما في الامتحانات، عشان كده مستوى الشغل ومستوى الاسئله بتاعك لازم يتغير. حتى في الكورس التأسيسي اللي انا هشرحه لك دلوقتي هتلاقي فيه افكار هتتبسط منها قوي. من الاخر ان انا مش عاوزك تبقى قلقان من اي حاجه، ركز في اللي انا هقوله لك. ما ينفعش تجي لي الحصه الا لما تكون فاهم ده كويس. تمام يا شباب؟ تمام. تعالى بقى نبدا مع بعض. طب يا شباب، اول حاجه عندك كانت الليميتس. كنا بنتكلم الليميتس طبيعي واحنا اتكلمنا عليها وشرحنا كتير، بس كان فيها اساسيات كده. اول حاجه لما بيديك ليميت كنا بيديك الاكستودنتس لاي رقم كنا بنعوض فيه تعويض مباشر، صح؟ زي ايه؟ زي كده لو جاب لك ليميتس وجاب لك اكس بار 2 ماينس 5، فحضرتك بتيجي تعوض مكان الاكس ب 3 ويطلع لك الايكوال زي ما يطلع. طيب يا مستر مفيش مشكله، ودي كانت بولينوميال فانكشن ما كانش فيها قلق قوي. وكان في برضو الكونستانت، بص كده لما يديك كونستانت الليميتس بتاع اي كونستانت بينزل زي ما هو، ده في مشكله؟ لا. طب المشكله يا مستر كانت في الليميتس امتى؟ لما يجي لك فراكشن. كان لما يجي لك فراكشن كنا بنعوض تعويضه كان بيطلع لك حاجه من 3، يا اما كان بيطلع لك رقم وكنا بنقول الحمد لله ايا كان الرقم بقى 3 على 4 5 على 6 كده وخلصت، او كان بيطلع لي حاجه فيها مشكله اللي هي فوق
رقم وتحت زيرو اللي هو كان ماس ايرور او undefined، دي كان ملهاش ليميت وبنركنها على جنب. الحاله الثالثه اللي كان 0 على 0، تعال بص كده معايا، يا اما نمبر على 0 يا 0 اوفر 0، ودي كانت بقى اللي فيها شغل شويه. هنا ده كنا بنقول عليه ما عندهاش ليميتس، صح؟ خلاص دي عشان في الدومينيتور 0 يبقى دي ما لهاش ليميت اصلا. لكن لما كان 0 على 0 كنت بقول لك فيها شغل شويه يا مستر، كان في كده حاجه اسمها 0 فيكتور كنا لازم بنكنسله اللي كان بيطلع لي 0 على 0، فاكر؟ طب افتكر معايا. طيب ده كنا ليها ليميتس بس كان ليها شويه شغل. تعال نفتكر. بص يا حبيبي، ده سؤال مباشر ما فيهوش اي حاجه خالص. هنا بيقول لك ليميتس، فطبيعي اول حاجه هعوض تعويض مباشر اللي هو اشيل الاكس واحط ده 2. تعال نشوف. لما طلعت الايكوال ده طلع لي 7 على 0. مستر خلي بالك الديمونيتور في 0، يبقى ده ملهوش ايه؟ ليميتس، ملهاش ليميتس، مش هنعرف نطلع لها ليميتس. ماشي؟ تمام. اللي هو ماس ايرور يعني. تعال نشوف الشكل الثاني. الشكل الثاني بيقول لك اكس باور 2 باور 3 27 واكس باور 2 ماينس 9. فجيت عوضت تعويض مباشر، الطبيعي ان انا بعوض تعويض مباشر، فجيت عوضت تعويض مباشر، شلت الاكس وحطيت بدلها 3، مفيش اي مشكله. طلع لي 0 على 0. هنا بقى بقف اقول له خلي بالك 0 على 0 دي ليها ليميتس بس كان في مشكله صغيره لازم اشيلها. ايه هي بقى يا مستر؟ تعال. هنا كنت باجي اقول له، برجع في الاول هنا كده للليميتس الاولى دي كده وابدا اعمل فيكتورايز. طب يا مستر انا محتاج الفيكتورايز؟ طبعا محتاجه. تعال افكرك قبل ما نبدا في اي حاجه، افكرك بالفيكتورايز. بص يا شباب، احنا كان عندنا الفيكتورايز ده كنا بنعمله ازاي؟ كان عندك نوعين اساسيين، تمام؟ ايه هما النوعين الاساسيين؟ لما يكون 3 terms، يعني مثلا x باور 2 minus 5x plus 6 equal 0، ده اسمه 3 terms، وكنا بنيجي نعمله فيكتورايز بالكالكوليتر. ازاي يا مستر؟ مود equation 3، تمام؟ كنت بطلع هنا A و B و C، كنت بفتح 2 brackets، هنا كنت بكتب x وهنا x، كنت بعمل مود 5 3 على الكالكوليتر يطلع لك x1 وx2. طبعا الكلام ده انت فاهمه كويس. طب لو مش فاهمه ده انا براجع لك عليه، ولو مش عارف دي مشكله كبيره، خلي بالك يعني. طيب هنعمل ايه يا مستر؟ تعالى اقول لك. هيطلع لك مثلا هنا 2 و3، فكنا بنيجي نحط نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3، ده لما كان 3 terms. طب يا مستر لما كان 2 terms، تعالى نشوف. ركز بقى معايا عشان الكلام ده مهم. 2 terms دولك اساسي بقى. تعالى بص معايا. x باور 2 ماينس مثلا 9، او x باور 3 ماينس او بلس 8 مثلا. باور 2 باور 3. باور 2 ده كنا بنفتح 2 براكتس، واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، ده كان اسمه difference between two squares. طيب هنا كنا بنقول x وهنا x، ال 9 3 و3، ده كان الفيكتورايز بتاعك ما فيهوش اي مشكله. ماشي. طب يا مستر اللي باور 3 ده كنا بنعمل فيه ايه؟ كنا بنعمل براكت صغير وبراكت كبير. طب تعالى افكرك بقى كنا بنعمل ايه في البراكت ده. اول حاجه دي بوزيتيف يبقى تحط هنا بوزيتيف. اكس باور 3 كنا بناخد اكس واحده بس. ال8 دي كنا بعمل لها كيوبيك روت يطلع لك 2، صح؟ يا مستر صح. طب وبعدين كنت باجي اقول له بص معايا هنا، البراكت الكبير الاخير دايما بوزيتيف، اللي في النص عكس ده بوزيتيف يبقى تحط هنا نيجاتيف. طب لو هنا نيجاتيف كنت اكيد احط بوزيتيف يعني. ماشي. بعد كده بقول له الفيرست في نفسه، السكند في نفسه، الميدل فيرست باي سكند بس. فيرست باي سكند بس، عشان في ناس بتعملها فيرست باي سكند باي 2. ماشي. ده كان الفيكتورايز بتاعك اللي هو 2 terms و 3 terms. كان في بقى حاجات تانية هنشرحها بالتفصيل في زي ما قلت لك في الكورس التأسيسي بتاع الحاجات الاعدادي القديمه. طيب نرجع تاني بقى للدرس بتاعنا. انا جيت هنا لما طلع لي كام؟ 0 على 0. هرجع تاني عشان ما انتهش.
انا جيت عملت ايه في الليميتس؟ عوضت تعويض مباشر. لازم اول حاجه بعوض تعويض مباشر، هيطلع لك رقم، او يطلع لك رقم اوفر 0، او هيطلع لك 0 على 0. رقم 3 على 4 5 على 6 ايا كان الرقم، فخلاص دي خلصت، طلعت الايكوال بتاعك طلع خلاص مش محتاجه. لكن لما يجي لك رقم على 0 يبقى دي ملهاش ليميتس وتركنها على جنب، خلاص هي خلصت كده برضه. لكن لما يجي لك 0 على 0 هو ده اللي كان فيه شغل، اللي كنت بقول لك الزيرو فيكتورز بتاعك. اول حاجه كنت باجي اقول له الليميتس بتاعتي x to the 3، وتيجي تفتح كده تقول لي يا مستر ده باور 3، كنت بعمل براكت صغير وبراكت كبير. هنا في النص ماينس، كنت بحط ماينس x تنزل واحده بس، الكيوبيك روت لل 27 هيطلع لك 3. وباجي اقول له هنا يا مستر اخير دايما بوزيتيف، اللي في النص عكس ده نيجاتيف يبقى ده بوزيتيف. حلو حلو. طب وبعدين يا مستر بقول له الفيرست في نفسه يبقى دي x باور 2، السكند في نفسه يبقى دي 9، الميدل فيرست باي سكند يطلع لك 3x بس. طب تحت يا مستر ده باور 2، باور 2 يا مستر اللي هو بتفتح 2 براكتس زي بعض بالظبط، اللي هو difference between two squares، واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف. هنا x وهنا x وهنا دي 9 هتبقى 3 و3. تمام تمام. طيب في حاجه ظهرت يا مستر البراكت ده والبراكت ده، قلت لك ساعتها يا مستر ده الزيرو فيكتورز، هو ده اللي كان بيطلع لي 0 على 0 يا مستر، هو ده اللي كان عامل لي مشكله، فعشان كده بنشيله. وقلت لك ساعتها احنا كنا بنعرف البراكت ده من قبل ما نحل. ازاي؟ كان هنا x to the 3، يبقى دي يا مستر هيبقى البراكت اللي هيتشال اللي هو x minus 3. وده كان لازم تبقى فاهم الكلام ده وانت بتحل، تبقى انت مرتب افكارك ايه اللي هيتشال. تمام؟ يعني مثلا هنا x to the 2 يبقى كان البراكت اللي هيتشال اللي هو x minus 2. ده اساسيات لازم تكون فاكرها وعارفها كويس جدا. طيب بعد كده يا مستر بعد ما كنسلت قلت لك اول ما بيتكنسل عوض على طول. فباجي اعوض تعويض مباشر، هشيل الاكس دي واحط بدالها 3، هيبقى 3 باور 2 بلس 3 باي 3 بلس 9، وتحت طبعا 3 بلس 3. طبعا على الكالكوليتور هيطلع لك الايكوال بتاعك هيطلع لك 9 على 2. طبعا لما شلت الزيرو فيكتور اللي هو البراكت ده يا مستر عرفت ان طلعت الانسر بتاعي اللي ليها ليميتس اللي كان عامل لي مشكله. طيب كلام بسيط وما فيهوش اي مشكله. كان بقى في جزء مهم تاني اللي هو ايه؟ كان عندنا قانون كده بيحل لنا الليميتس لما يكون عندك باورز كبيره. فاكر القانون ده؟ القانون ده كان فيه شرطين اساسيين. ايه هما الشرطين يا مستر؟ اول حاجه لازم يكون البيز ده، البيز بيبقوا زي بعض، يعني هنا اكس وايه اكس وايه واكس وايه. الباورز هنا زي بعض، يعني الباورز بتاع النوميريتور زي بعض والباورز بتاع الديمونيتور زي بعض، يعني هنا ام وهنا ام، هنا ان وان. تاني الباورز بتاع النوميريتور يبقوا زي بعض والباورز بتاع الديمونيتور يبقوا زي بعض، وخلي بالك لازم في النص يكون في ماينس. تمام؟ ادي الشروط الاساسيه عشان تطبق القانون ده. قلت لك القانون ده هتحل بكل سهوله، ليها حل قانون احنا خدناه السنه اللي فاتت. الحل اول ما يطبق الشروط اللي احنا اتفقنا عليها، ان البيز زي بعض، هنا الاي والاكس الاي والاكس والاي والاكس، والنوميريتور الباور بتاعه زي بعض، الديمونيتور الباور بتاعته زي بعض، في النص ماينس على طول. بقى كنت بقول له القانون تعالى افكرك، الباور اللي فوق ديفايدد الباور اللي تحت، صح؟ بعد كده كنت بفتح براكت اقول له الرقم اللي مع الاكس ده اللي هو الاي، بعد كده اقول له الباور اللي فوق ماينس اللي تحت. كنت بقول له اللي فوق ديفايدد اللي تحت، بعد كده الرقم اللي مع الاي واللي فوق ماينس اللي تحت، ونشتغل. فيها مشكله الكلام ده ولا اي حاجه؟ طب ما تيجي نحل عليهم عشان نفتكر ويبقى الموضوع اوضح بالنسبه لنا. بص يا شباب تعالوا نشوف سؤال زي كده. سؤال زي كده بقى جالي لقيت الباور كبر شويه، فرحت جيت عملت ايه؟ عوضت تعويض مباشر. كلام بسيط جدا وما فيهوش حاجه. عوضت تعويض مباشر طلع لي 0 على 0. فهبدا يا اما اعمل فيكتورايز
يا اما افكر في موضوع الرول اللي احنا لسه واخدينه. هنا بص كده لقيت 25، ما احنا عارفين يا مستر 25 دي ممكن نقول عليها 5 باور 2، صح ولا لا؟ وهنا عندي الليميتس x to 10 is 5، وهنا x باور 4. كنت بقول لك دايما وبنسبه مثلا 90% كان دايما يطلع لك الرقم ده لازم 5 باور حاجه، وغالبا هيبقى باور 4. ده كان الحاجات المباشره السهله بتاعتي. فهنا حقق الشرط بتاعي اللي هو تعالى نفتكر ان البيز زي بعض x و5، هنا x و5 x و5، وكمان الباور بتاعك فوق زي بعض والباور بتاعك اللي تحت زي بعض. يبقى كده يا مستر شكرا، ده هيبقى القانون بتاعي من غير اي ستيبس. هتيجي تقول لي كده الباور اللي فوق ديفايدد الباور اللي تحت، تفتح براكت. هنا يا مستر 5 هتحط 5، بعد كده تقول له ايه الباور اللي فوق ماينس اللي تحت، يبقى 2 ماينس 4. الكلام ده اتكلمنا فيه في ثانيه ثانوي كتير، صح؟ اه يا مستر صح. بعد كده بتحسب ده على الكالكوليتر هيطلع لك الايكوال بتاعك. الايكوال بتاعك هيطلع لك كام؟ 1 على 50. ده الايكوال بتاعك. طب ما تيجي نشوف واحده تاني. ممكن بقى توقف وتحل. نسمع حد يقول لي يا مستر انا عارفه ده سهل، معلش عشان خاطري وقف وحل بايدك عشان تفتكر، عشان في حاجات كتير هنحلها مع بعض، فلو سمحت وقف وحل. بص يا ابني وقف، ماشي براحتك. تعال بص معايا. هنا لقيت باور كبير اللي هو 5 اكبر من 3 يعني، فلقينا بنقول عليه باور كبير. فبيجي يقول لك ايه؟ تعال ابدا احل كده. بص هنا الليميت تندس 2، فجيت عوضت بال2 طلعت 0 على 0. هتيجي تقول لي يا مستر انا في حاجه واخد بالي منها، ايه هي؟ لما اجي اقول لك اكس، بص كده معايا، دي اكس باور 5، ال 32 دي ممكن نخليها 2 باور 5. ليه؟ عشان هنا اكس و2 اكس و2، ولازم الباورز يبقى زي بعض. تعالى تحت اكس باور 3، جميل. ال8 يا مستر دي ممكن تبقى 2 باور 3. هنا بقى هستفيد ايه؟ ده القانون كده انت حققت الرول بتاعك. تعال نشوف الباور اللي فوق ديفايدد الباور اللي تحت، بعد كده الرقم اللي مع الاكس 2، وتيجي تقول له الباور اللي فوق ماينس اللي تحت، يبقى ده 5 ماينس 3، ونطلع الايكوال بتاعك زي ما يطلع. تعال نشوف هيطلع لك 20 اوفر 3. ده كان الرولز اللي احنا كنا عارفينه كويس جدا ومهم. طيب في حاجه تاني في الليميتس كنا بنعملها، تعال افكرك بيها برضو يا شباب. الكلام ده ما ينفعش تحضر اول حصه من غير ما تكون فاهم الكلام ده كويس جدا، تمام؟ عشان دي حاجات هتسهل عليك الحل وانت في ثالثه. الكونجيجيت يا شباب، الكونجيجيت طبعا احنا كنا بنستخدمه في الليميتس في حاله واحده بس، اللي هي لما نلاقي فيها رول. زي يا مستر زي السؤال ده كده، بص كده معايا. هنا جايب لك ليميتس وفي رول، طبيعي هعوض تعويض مباشر، هشيل الاكس واحط بدالها 2، غير مفيش مشكله. طلع لي 0 على 0 يا مستر، ادام في 0 على 0 يبقى في 0 فيكتور لازم تشيله وترميه. طيب ايه الحل هنا؟ تعالى بالراحه بص كده. اول حاجه انا بعمل ملتبلاي الكونجوجيت، بص عشان اخلص من الروت اهو. كان في شويه حاجات كده اهو، بص كده معايا اهو. ده هينزل زي ما هو، روت اكس ماينس 1 ماينس 1، هنا اكس ماينس 2. الكونجوجيت بتاع الروت بقى اللي فيها روت ده هنعمل الكونجوجيت بتاعه ازاي؟ بغير الساين اللي في النص بس، روت اكس ماينس 1 بلس 1، وهنا روت اكس ماينس 1 بلس 1. جميل جدا يا مستر، انت كده عملت ملتبلاي الكونجوجيت، انت ما غيرتش حاجه. طيب كنا بعد كده بنعمل ايه؟ بص بقى بص معايا، كان في طريقه حل ثابته. بص معايا لو سمحت. هنا ده وده الكونجوجيت صح؟ مالكش دعوه بيهم. تعالى انزل تحت،
اللي تحت ده بيفضل زي ما هو، اوعى تغير فيه حاجه. ده كده تفتح براكت تكتب ده زي ما هو. الدومينيتور بنعمل لهم باي تحت في الدومينيتور، مفيش اي مشكله. تعالى بقى فوق، مستر ده وده كونجيجيت. خلي بالك لما يكون كونجيجيت اول حاجه بحط ماينس، بقول له الفيرست ملتبلاي الفيرست والسكند ملتبلاي السكند. روت ملتبلاي روت يبقى اللي جوه الروت ينزل. يعني لما اجي اقول لك كده روت 5 ملتبلاي روت 5 يبقى الايكوال بتاعك 5، اللي جوه الروت هو اللي بينزل. روت اكس ماينس 1 روت اكس ماينس 1 يبقى الايكوال بتاعك اكس ماينس 1. 1 ملتبلاي 1 هيبقى 1 يا مستر من غير اي مشكله. تمام تمام. ايه ده يا مستر؟ بص كده معايا هنا، هتقول لي فوق اكس ونيجاتيف 2 عشان نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1. حلو. اول ما ظهر معايا بقى الاكس ماينس 2 وتحت في اكس ماينس 2 قلت الحمد لله يا مستر المساله بتاعتي اتحلت. هتيجي تقول لي كده اكس ماينس 2 روت اكس ماينس 1. كنت بقول لك دايما البتاع ده ما تجيش جنبه خالص، بتسيبه زي ما هو. تمام. طيب وبعدين يا مستر بتكنسل ده مع ده. اول ما بكنسل اعوض على طول يا مستر هشيل الاكس واحط بدلها 2، هيبقى تحت في الدومينيتور. تعال نشوف كده، بس كده معايا. جيت عوضت تعويض مباشر هيطلع لك الايكوال بتاعك هاف من غير اي مشكله. وده اللي انا كنت عاوزك تفهمه في حته الكونجيجيت، ازاي بتعمل كونجيجيت. خلي بالك من الكلام ده مهم جدا جدا جدا. كان عندنا حاجه في التريج، خلي بالك بقى من اللي انا هقوله لك ده. بص نصيحه بيني وبينك كده، في الكالكولس في ثالثه ثانوي اي سؤال هيقف معاك وتحس ان هو ما لهوش حل، اعرف على طول ان حله في الجزء ده. السم والديفرنس بتوين تو انجلز والدبل انجلز هرجع لك عليهم، ده تريج بتاع تانية ثانوي، هرجع لك عليهم حالا كده بسرعه هفكرك بيهم. بص كده كان عندك اول قانون كان يقول لك ساين A بلس B او A ماينس B، كان لها قانون مهم قوي. كنت باجي اقول لك ساين كوزاين كوزاين ساين. تاني القانون بتاع الساين ساين كوزاين كوزاين ساين بتعكس هناك. تمام. كنت باجي اكتب له كده. بعد كده الانجل A و B، فكنت اقول له A و B A و B. مثلا هقول لك ساين 30 بلس 60، فباجي اقول له بص ساين كوزاين، الساين اللي في النص بلس يبقى تنزل بلس. طب هنا ساين كوزاين كنت بعكس اقول له كوزاين ساين. بعد كده يا مستر الانجلز اللي عندك 30 و 60، يبقى تيجي تقول لي كده 30 60 30 60 ونطلع الايكوال. وطبعا ده هيسهل علينا حل حاجات كتير جدا قوي واحنا شغالين، وهتشوف الكلام ده واحنا شغالين. طب يا مستر كلام جميل ما فيهوش مشكله. طب كان عندنا واحد تاني بتاع الكوزاين، احنا كنا بنتكلم ساين وكوزاين والتاني، تعالى افكرك بيهم. كوزاين كنت باجي اقول لك بص كوزاين تقول لي كوزاين كوزاين ساين ساين، بس كان فيها تكه. ايه هي التكه؟ بتشوف الساين اللي هنا وبتعكسها هنا. يعني لو في النص بلس يبقى هنا ماينس، ولو هنا ماينس يبقى في النص بلس. لكن في الساين لا، الساين لو في النص بلس تبقى دي بلس، في النص ماينس يبقى دي ماينس، ما فيهاش مشكله. والكلام ده المفروض انت عارفه. طب والتان، تعالى افكرك بالتان. التان كان بيقول لك ايه؟ تان A وتان B. فكنت بقول لك تان الاولى بعد كده تان الثانيه حسب الساين اللي في النص، بوزيتيف تنزل بوزيتيف. فكنت بنزل تحت اقول له 1 وبتعكس الساين بتاع دي، يعني لو هنا بلس احط ماينس، لو هنا ماينس احط هنا بلس. بعد كده اقول له ايه؟ تان الاولى ملتبلاي تان الثانيه.
تاني الاولى ملتبلاي تاني التانية. ده كان قانون ومهم جدا لازم تكون عارفه. تمام. ده كان بتاع السم والديفرنس. كان في بتاع الدبلز انجل. تعال نشوف الدبل. كلام مهم جدا جدا جدا. لما اجي اقول لك ساين 2a، فكان ساين، تعالى بقى يا جميل افهم معايا الكلام ده عشان تبقى انت عارف انت بتعمل ايه. ساين 2a equal to ساين a كوزين a. ده قانون المفروض انت تبقى حافظه. انا هشرح لك جه منين القانون علشان تعرف تبقى فاهم انت ماشي ازاي. انت لو فهمت القانون هتعرف كويس اي حاجه انت عاوزها. تمام. تعال نفهم القانون ده. القانون ده جه من الدرس الاول اللي قبله اللي هو sum with difference between two angles. بمعنى تعال بص افهم معايا بقى عشان ما تتوهش. هفكرك هو انت بس ايه، انا بعرفك القانون جه منين. هنا الساين 2a مش دي معناها a plus a؟ صح؟ يا مستر صح. طيب تعالى بص كده معايا. القانون اللي انا لسه قايله بتاع الساين كنت باجي اقول لك كده الساين كوزاين في النص بلس، حطيت بلس، بعد كده كنت بعكس كوزاين ساين. صح؟ يا مستر. طب هنا ايه يا مستر؟ يبقى تحط ايه وهنا ايه، هنا ايه وهنا ايه. ايه ده؟ مش ده هو ده؟ اوعى تقول لي يا مستر ده هنا كوزاين ساين ما هنا في النص باي عادي يعني، لو في الباي بدلت ما فيش مشكله. يا مستر هنا يعني دي كوزاين ساين خليتها ساين كوزاين ما فيهاش مشكله. يعني الاثنين دولك زي بعض. يعني افهم من كده ان ساين 2a equal twice بتاع ساين a كوزاين a. ده القانون ده. عشان افهمك القانون جه منين لازم تبقى فاهم الدرس اللي قبله. طيب ده هيساعدنا في حل حاجات كتير قوي قوي قوي، وهتشوف الكلام ده واحنا بنحل. طب تعالى نبص اللي بعده. القانون الثاني بتاع الدبل انجل للكوزاين رول. كان ليه 3 قوانين فاكرهم؟ يا مستر فاكرهم. طب فاكر بقى كانت القوانين دي جت منين؟ كان بص بقى معايا كده لو سمحت، ركز معايا عشان الكلام ده مهم قوي. تعال نمسك اول قانون كده ونتكلم عنه. كان الدبل انجل اللي هو كوزاين باور 2 ماينس ساين باور 2، لكن لو في النص بلس كان الايكوال بتاعها 1. ده كان قانون عندك في اولى ثانوي، كوزاين باور 2a بلس ساين باور 2a ايكوال 1 بتاع اليونت سيركل. صح؟ ده كان قانون عندك في اولى ثانوي. ده جه منين؟ برضو بنفس الكلام اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه بتاع الدبل بتاع الصم بتاع التو انجلز. تعال واحده واحده كده. بص هنا كوزاين 2a مش ممكن نقول a بلس a؟ يا مستر عادي. كان القانون بتاع الصم بتاع الكوزاين كنت باجي اقول لك بص، كنت باجي اقول له كده كوزاين في النص بلس، كان في الكوزاين بتعكس، يعني هنا يا مستر هتبقى ماينس ساين. ده كان القانون ما فيهوش مشكله. ده القانون بتاع الكوزاين بتاع الصم ده عشان افهمك القانون ده جه منين. بعد كده هنا يا مستر ايه، فكنت بقول له ايه وهنا ايه وهنا ايه وهنا ايه. فطبعا الايه كوزاين ملتبلاي كوزاين دي معناها هتبقى كوزاين باور 2a، وهنا ساين ملتبلاي ساين يبقى ساين باور 2a. ده القانون اللي فوق ده. انا كده بوريك انت جبت القانون ده منين، من السم انجل. ماشي؟ طيب يا مستر كلام بسيط جدا مفيهوش مشكله، وانا عرفت كمان وفهمت ده جه منين. المشكله عندي في ده. طب وده جه منين بقى؟ تعال اقول لك واحده واحده كده. احلى حاجه ان انت تبقى فاهم القانون ده جه منين. لو انت فاهم القانون جه منين هيبقى سهل عليك ان انت تحفظه، وسهل عليك كمان تستخدمه في الحل. الكلام ده زي ما فهمتك وقلت لك على طول في الكالكولس بالذات في يونت 1
اي حاجه هتقف معاك اعرف على طول ان الحل بتاعها هنا في القوانين دي، فلازم تبقى فاهم القوانين دي كويس وحاضره في مخك. تمام؟ ده جه منين؟ جه يا مستر من هنا. بص معايا، فاكر الكلام ده؟ هنا لو جيت قلت لك هودي الكوزاين دي الناحيه الثانيه، هيتبقى لك ساين باور 2 A equal 1 minus كوزاين. كلام جميل وما فيهوش مشكله. طب يا مستر معلش انا هودي الساين، تبقى كوزاين باور 2A equal 1 minus ساين. في مشكله ولا اي حاجه؟ طيب لو جيت هنا في القانون ده وجيت قلت انا هشيل الايه؟ هشيل الكوزاين، وهشيل الكوزاين احط بدالها الايكوال بتاعها ده. فجيت قلت له بص هشيل الكوزاين دي، هيبقى عندك 1 ماينس ساين باور 2A، وهنا اصلا في القانون في نيجاتيف ساين باور 2A. يا مستر يبقى انت عندك 1 ساين ونيجاتيف ساين، يبقى نيجاتيف 2 ساين A باور 2A. يبقى كده جميل جدا يا مستر. ادي القانون ده اهو 1 ماينس 2 ساين باور 2. طب وده نفس الفكره نفس الفكره. والله تعالى بص هحلها لك هنا كده اهو. القانون اللي في النص ده عشان تفهم جه منين، نفس الفكره. بص يا حبيبي، هنا احنا جينا في القانون الاول شلت الكوزاين، تعال نشيل بقى الساين. هيتبقى لك مين؟ كوزاين باور 2A ماينس، خلي بالك ماينس، هشيل الساين واحط الايكوال بتاعها ده اللي هو 1 ماينس كوزاين باور 2A. طبعا يا مستر هنا في نيجاتيف، هتغير الساين بتاعتهم هما الاثنين، يبقى كوزاين باور 2A نيجاتيف 1 نيجاتيف ونيجاتيف تبقى بوزيتيف كوزاين باور 2A. هتيجي تقول لي يا مستر في كوزاين وكوزاين يبقوا 2 كوزاين باور 2A في نيجاتيف 1. ده اللي هو القانون ده. يبقى انا هنا كده فهمت. لما اجي اقول لك كوزاين 2A هتقول لي يا مستر 3 قوانين، يا اما كوزاين باور 2 ماينس ساين باور 2، ده اول قانون. القانون الثاني تقول لي 2 كوزاين باور 2A ماينس 1، او 1 ماينس دبل 2 ساين باور 2. فحضرتك ده القوانين دي لازم تبقى في مخك حاضره وفاهم انت بتعمل ايه. نفس الكلام في التان. بص هنا قانون التان بتاعك بيجي يقول لك ايه؟ تان دبل انجل، يبقى هنا تان 2 تان A وتنزل تحت 1 ماينس، خلي بالك عشان الكلام ده مهم، ماينس تان باور 2A. طب واحد يقول لي يا مستر انا اجيب القانون ده ازاي؟ لو انت ذكي وقف الفيديو وحل بنفس الاثبات اللي انا عملته من السام انجلز برضو نفس الكلام. تعالى بص، تعالى افهمك نفس القانون بتاع السم. مش احنا عندنا تان 2A يعني A بلس A. تعال نفتكر بقى القانون كان بيقول ايه بقى بتاع التان اهو. بص كده اهو، تعال اهو، تان الاولى تان الثانيه وتنزل تحت 1 تعكس الساين تقول له تان الاولى ملتبلاي تان الثانيه على طول على طول. تعال بص هنا بقى كده اهو. تعال بص مستر في النص بلس حطيت بلس، تان الاولى تان الثانيه تحت اقول له 1 اعكس الساين دي تان الاولى ملتبلاي تان الثانيه. عشان كده بقى بص تان وتان يبقوا 2 تان A، وهنا 1 تان ملتبلاي تان يبقى تان سكوير A. سوري تعالى هنا. ده يا مستر هو ده بالظبط مفيش مشكله. يبقى انا فهمت القانون ده خلاص. تان دبل انجل يا مستر يبقى 2 تان الانجل اللي موجوده عندك ايا كان الانجل بقى A X ايا كان، هنزل تحت
1 ماينس tan باور 2a. تمام. طب يا مستر ده كان عندك التريج بتاع تانية ثانوي وهيساعدك كتير جدا في الحل. ليه يا مستر؟ تعالى هوريك بنستخدمه ازاي وهنستخدم الكلام ده ازاي واحنا بنحل في التريجنومتريك فانكشن في الليميتس. تعالى بص كده معايا. انا الاساسيات دي مهمه جدا جدا جدا، ما ينفعش تخش ثالثه ثانوي وانت ما عندكش الاساسيات دي، عشان بس نبقى فاهمين مع بعض ومتفقين مع بعض. ما ينفعش تخش ثالثه لما فاهم الكلام ده كويس جدا جدا. طب يا مستر ركز بقى معايا. في ناس ما كانتش بتذاكر قوي في اولى وثانيه والحاجات دي مش بتاسس فيها قوي. هحط لك في الديسكربشن بتاع الفيديو ده لينك بتاع المراجعه بتاع الثانيه ثانوي. كنت منزل مراجعه الثانيه ثانوي الخاصه بعلمي بس، فيها كل الدروس بتاعت علمي اللي احنا بنتكلم فيها دي، درس درس شارح وبعد كده حليت عليه، شرحت وحليت عليه. لازم لو انت ما كنتش بتذاكر خالص والدنيا مش حلو مش احسن حاجه معاك، لازم تشوف الفيديو بتاع الشرح بتاع المراجعه ده قبل ما تيجي اول حصه. طب الناس اللي فاكره والدنيا مشيت معاهم تمام الحمد لله خلاص. تعالى بقى نشوف التريجونومتريك فانكشن. كان عندك هنا لما اجي اقول لك ليميت اكس تو ديند الزيرو، الساين والتان كان ليهم نفس القانون، الساين والتان كان ليهم نفس القانون ما فيهوش اي مشكله. لما اجي اقول لك بص معايا ساين A اكس او اي حاجه واي زد لازم التلاته يبقوا زي بعض، كان ليها قانون بتاخد الكوفيشن بتاع الاكس اللي فوق على الكوفيشن الاكس اللي تحت، يبقى ايه ديفايدد 1 اللي هي ايه. طب هنا برضه نفس الكلام، باخد الكوفيشن ده على الكوفيشن ده، بس لازم الاكس دي تبقى زي الاكس دي. طب يا مستر لو هنا اكس باور 2 يبقى لازم يبقى تحت باور 2 عشان تاخد الكوفيشن. فاكر الكلام ده؟ اه يا مستر. طيب تعالى بص معايا هنا نفس الكلام التاني، بناخد الكوفيشن ده على الكوفيشن ده، هنا في 1 هنا خدت ده اوفر ده. وطبعا الكلام ده هنحل عليه الوقت حالا وهنفهم كل التفاصيل بتاعته. وكان اخر قانون عندك لما كان الكوزاين ليميت تو اكس تو ديند الزيرو كوزاين اكس ايكوال 1، يعني لو شلت الكوزاين حطيت بدالها الاكس حطيت بدالها 0 هيطلع لك ب 1. طب الاسئله كانت بتيجي على ده ازاي؟ هنا جايب لك قانون زي ده، كنت باجي اقول لك بص احنا كنا بنقسمها عشان دي ديفايدد ليهم هما الاثنين، فكنت بقول لك ليميتس ساين 3x على x tan على x صح؟ هنا يا مستر ادي ساين وهنا ده بناخد الكوفيشن ده على الكوفيشن ده يعني ده 3، وهنا ده الكوفيشن والكوفيشن ده كان 1 يبقى الايكوال بتاعك 2. كان كلام بسيط وما فيهوش اي مشكله. طيب تعال نبص اللي بعده. ده بقى اللي انا كنت عمال اشرح لك فيه من شويه، وجبنا الصم انجل والدبل انجل وكل الكلام ده علشان الجزء ده. طبعا مش عشان ده بس، ده هيساعدك في حاجات كتير في ثالثه ثانوي. الصم والدبل بتاع التو انجلز هيساعدك في حاجات كتير جدا جدا جدا، خلي بالك من الكلام ده. سؤال زي ده جيت عوضت بالاكس بالزيرو طلع 0 على 0، يبقى يا مستر لا ده ليها شويه شغل ولازم نشوف لها حل. فانا جيت بصيت على حاجه قلت ده كوزاين دبل انجل، كوزاين 2 اكس. ده مستر رضا لسه قايل لي كوزاين 2 اكس ليها 3 قوانين صح؟ طب انا هستخدم انهي واحد؟ كوزاين ماينس ساين، ولا 2 كوزاين باور 2 ماينس 1، ولا 1 ماينس 2 ساين باور 2؟ مستر تحت في الدينومينيتور اكس، وغير كده القوانين بتاعت التان والساين اسهل حاجه ليا، فعشان كده انا هشيل الكوزاين دي خالص واحط بدلها الايه الساين. تعال بص كده كوزاين 2 اكس احط بدلها الساين اللي هي 1 ماينس 2 ساين باور 2 اكس ماينس 1. انا خدت دي بس حطيت بدلها ده، وتحت يا مستر ساين باور 2 اكس. مستر لو سمحت مش هنا في نيجاتيف 1 وهنا بوزيتيف 1؟ كنسلوا مع بعض، هيتبقى لك نيجاتيف 2 ساين باور 2 اكس وتحت ساين باور 2 اكس. ده كنسل مع ده يا مستر، هيتبقى لك يا مستر نيجاتيف 2. كلام بسيط وما فيهوش اي مشكله. تمام يا شباب؟ تمام. تعال نشوف اللي بعده.
ريت اوف تشينج. الريت اوف تشينج ده بقى دخلنا، خلي بالك، دخلنا لحاجه مهمه قوي اللي هو الديريفيتيف. ما ريت اوف تشينج اللي هو التغير اللي حصل في الفانكشن، اللي هو عاوز معدل التغير، فيطلع لك ايه؟ فيرست ديريفيتيف، واتكلمنا فيها كتير. طيب كان خلي بالك ده القانون بتاع الريت اوف تشينج، معناه ديريفيتيف دي واي على دي اكس معناه واي داش، كان كلهم معناهم اللي هو الفيرست ديريفيتيف. تمام تمام. وخلي بالك ده اول حاجه عندك في منهج ثالثه ثانوي، الفيرست ديريفيتيف والسكند ديريفيتيف، خلي بالك عشان مهم جدا. كنا بنحلها ازاي؟ كان بيجي لك سؤال زي كده، فايند ذا ريت اوف تشينج. ما هو ريت اوف تشينج يا مستر كان الديريفيتيف. الديريفيتيف ده اللي كنا بننزل الباور وننقص منه 1. يعني يا مستر دي كانت المفروض تبقى 2x باور 1 صح؟ طب الريت اوف تشينج لما نيجي نحل الستبس بتاعها، تعال نفتكر. يا مستر كنا بنعوض في القانون ده، كنت باجي اقول له بص، هتيجي تقول له الليميتس اهي x تو تند الزيرو اللي هي الاتش التغير، سوري. باجي اقول له بص، كنت بفتح 2 براكتس كده وفي النص ماينس. براكت ده هشيل الاكس واحط بدلها اكس بلس اتش، صح؟ يا مستر باور 2، عشان ده اكس باور 2 يبقى تحط براكت باور 2. طب وده يا مستر هتحط اكس بس. بتيجي تقول له كده اكس بلس اتش، ده الكلام ده بتاع تانية، وهنا الفانكشن نفسها الاصليه. طب وتحت هعمل ديفايدد اتش. كنت باجي هنا بفك البراكتس باور 2 ده. فاكر كنا بنفك البراكت ازاي؟ كنت بيتحل على 3 تيرمز، الاخير دايما بوزيتيف. كنت بتيجي تقول له كده الفيرست في نفسه اكس باور 2، هنا بوزيتيف اتش فيرست باي سكند باي 2 يبقى 2 اكس اتش. هنا ماينس اكس باور 2 ما فيهاش مشكله، تحت ده براكت باور 2 بتفك عادي، فيرست في نفسه السكند في نفسه، الميدل فيرست باي سكند باي 2. طيب بعد كده يا مستر ده هيتشال مع ده. طب حلو، هيتبقى لك مين يا مستر؟ تعالى بص كده معايا، 2xh بلس h باور 2 على h. هنا هناخد h كومن، 2x بلس h وهنا h. كنت على طول اجي اقول لك اول ما تكنسل الاتش دي مع الاتش دي مفيش مشكله، والاتش دي يا بابا هشيلها واحط بدالها زيرو، عشان هو انا بتجيب الليميتس عند الزيرو. فباجي اقول له اتبقى معاك كام؟ 2x. يبقى ده الايكوال بتاعك فعلا يا مستر الريت اوف تشينج اللي هو الفيرست ديريفيتيف. تمام تمام. طيب يا شباب ده كان الريت اوف تشينج واللي احنا اتكلمنا فيه ازاي، بس الريت اوف تشينج ده كان بيدخلنا للفيرست ديريفيتيف، هو ده اللي انا عاوزك بقى تركز فيه. طيب اللي هو الفيرست ديريفيتيف ان احنا كنا بننزل الباور وننقص 1 من الباور. طيب حلو، تعالى بقى بص نخش على الديريفيتيف. الفيرست ديريفيتيف بتاعك كنا بنعمل ايه؟ كان في شويه قوانين كده لازم تبقى فاكرها. تعالى معايا كده ادي الرولز بتاعتك دي، دول كانوا اول 5 دول كانوا مهمين قوي. لما يجي لك فانكشن زي كده وليها باور، فكنت بتيجي تقول لي يا مستر كنا بننزل الباور، كلمه بننزل باور يعني بنمسك الباور ده نعمله باي للفانكشن، تمام، وننقص منه 1. كان القانون بتاعه بننزل الباور وننقص منه 1. طب تعالى لو كان بجيب ديريفيتيف لاي كونستانت لاي رقم، كان الديريفيتيف بتاعه بكام؟ بزيرو. لما اجي اقول لك عاوز الديريفيتيف بتاع ال 5 6 7 اي حاجه بزيرو. طيب لو كان روت كنا بنجيب الديريفيتيف اللي جوه الروت وبتقسم تحت، بنعمل فراكشن كده وتحت 2 دبل الروت. وكان في حاجه تاني لما كنا بنجيب الديريفيتيف بتاع الروت، كنت باجي اقول لك بص قبل ما تبدا تعمل ديريفيتيف كنا بنظبط الروت نخلص منه، كنت بشيل الروت ده واحط بداله هاف، وبعد كده تبدا تعمل الديريفيتيف عادي اكنها فانكشن ليها باور، بتنزل الباور تنقص 1 من الباور وتجيب ديريفيتيف اللي جوه البراكت. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ ما فيهوش اي مشكله. مستر لما يكونوا 2 فانكشن مضروبين في بعض، كنت باجي اقول له بص الاولى دي بتثبت، اللي هو كنت بقول عليه الفيرست، مالتبلاي، ركز بقى في النوتس دي اكتبها عندك، مالتبلاي ديريفيتيف السكند
سكند داش، بعد كده اقول له بلس السكند ملتبلاي ديريفاتيف الفيرست. كنت باجي اقول له الفانكشن الاولى تنزل زي ما هي، ديريفاتيف السكند، بعد كده بتعكس احط بلس، اقول له السكند، بعد كده ديريفاتيف الفيرست. اخر حاجه الفراكشن، كنا بقى فيه مهم، كان قانون مهم جدا جدا عند الفراكشن، ولو سمحت تكتبه عندك. اول حاجه يا مستر كنت بتعمل فراكشن كده، كنت باجي اقول له ايه، الدومينيتور اللي تحت ده بعمله باور 2، بسيبه زي ما هو كده بعمله باور 2، فكنت بقول له دومينيتور باور 2 واحط ماينس، احط ايه ماينس. طيب بعد كده كنت باجي اقول له ايه، الدومينيتور اللي تحت ده هينزل زي ما هو، ملتبلاي ديريفاتيف النيموريتور. بعد كده بعكس، بمعنى هقول له النيموريتور ملتبلاي ديريفاتيف الدومينيتور. افتكر كده تاني القانون ده بتاع تانية ثانوي، كنت بقول له اللي تحت بيفضل تحت زي ما هو بس باور 2، باور ايه باور 2 اهو الدومينيتور. بعد كده بطلع فوق بقول له الدومينيتور ملتبلاي ديريفاتيف اللي فوق، بعد كده بتعكس اقول له ايه، النيموريتور يفضل وديريفاتيف اللي تحت. الكلام ده بتاع الفراكشن. طيب ده الجزء الاول في الفيرست ديريفاتيف، تعال نحل عليه بس كده نشوف الجزء الثاني. كلام جميل جدا جدا جدا. ده كنا بنعمل ديريفاتيف بتاعه، كنت باجي اقول له بص، بنزل الباور عشان اجيب الداش بتاعه، بنزل الباور يبقى 15 اكس باور 4، صح؟ يا مستر صح، ما فيش مشكله. طب تعال نشوف اللي بعده. ده مستر كونستنت، لما اجي اجيب الديريفاتيف بتاعه واي داش هتقول لي زيرو، عشان ده رقم، اي رقم الديريفاتيف بتاعه بزيرو. حلو. تعال نشوف نمبر 3. روت. في طريقتين في الحل، بس احنا كنا بنحل الحل الاسهل، كنت باجي اشيل ده اقول له اكس باور 2 ماينس 3 اكس، ماشي، باور هاف. كنت بعمل ايه يا مستر، بنزل الهاف، البراكت بيفضل زي ما هو، كنت بنقص من الباور 1، بس اوعى تنسى، اوعى تنسى الديريفاتيف ايه اللي جوه البراكت. بنجيب الديريفاتيف اللي جوه يبقى 2x ماينس 3، عشان احنا كنا بنجيب الديريفاتيف، نزلت 2 نزلت بقت 2x، وطبعا دي 3x، طبعا دي باور 1 فبنتشال يبقى 3 بس. وقلت لك قبل كده الديريفاتيف لما اجي اقول لك 5x هتجيب الديريفاتيف بتاعها تقول لي 5 بس، 3x الديريفاتيف بتاعها 3 بس، صح؟ صح. في مشكله في الكلام ده ولا اي حاجه يا مستر؟ طيب تعال نشوف تاني. نمبر 4 بقى، تعال بص كده معايا. هنا نمبر 4 في حاجتين، تو فانكشن مضروبين في بعض. يا مستر، فهاجي اقول له ده الفيرست وده السكند. في مشكله ولا اي حاجه؟ كان عندنا قانون يا مستر، انت قايل لي كده first multiply derivative السكند plus second multiply derivative الفيرست. تعال نمشي معاه واحده واحده. الفيرست ده هينزل زي ما هو x باور 2 minus 3 multiply derivative السكند، derivative ده هنزل 3 ونقص منها 1 يبقى 2، derivative ال1 بزيرو. تمام تمام. بعد كده يا مستر هقول له بلس السكند هينزل زي ما هو اهو، اللي هو البراكت x باور 3 بلس 1 ملتبلاي ديريفاتيف الفيرست اللي هو 2x. انت كده خلصت الديريفاتيف. واحد يقول لي مستر انا هعمل سمبلست فورم، هخلص ده همسك ال 3x دي اعملها باي ليهم كلهم، مفيش مشكله، وهمسك ال 2x اعملهم باي ليهم كلهم. بس هنا جه قال لك انا عاوز اد x بكام؟ ب1، يبقى خلاص هعوض عن كل x ب1 على طول واخلص، اريح دماغي. 1 باور 2 ماينس 3 ملتبلاي 3 ملتبلاي 1 باور 2. انا شلت هنا كل x حطيت بدلها 1، ونطلع الايكوال زي ما يطلع عندك. يطلع لك بكام؟ تعال نشوف. هيطلع لك بنيجاتيف 2. بس الهدف اللي انا عاوز اوصله لك ان بفكرك بالديريفاتيف، لما يكون حاجتين مضروبين في بعض يبقى تعرف تشتغل عليها ازاي. تمام؟ تمام.
طيب يا مستر كان في حاله ثالثه 5 الفراكشن. مستر كان في قانون بتاع الفراكشن كنت قايل لي عليه، تعالى بص، الدومينيتور باور 2، واوعى تنسى ان انت كنت بتحط ماينس هنا، واجي اقول له الدومينيتور ملتبلاي النوميريتور داش، بعد كده بعكس النوميريتور ملتبلاي الدومينيتور داش. في مشكله في الكلام ده ولا اي حاجه؟ x باور 2 بلس 4 باور 2 في النص ماينس. هنا جه قال لك ايه؟ الدومينيتور ده هينزل زي ما هو x باور 2 بلس 4 ملتبلاي الديريفاتيف بتاع النوميريتور. انا دايما بخلي ده جنبي عشان افتكر وما انساش. هنا ده هتبقى 3x باور 2. طب يا مستر هنا النوميريتور بتاعك اللي هو x باور 3 ملتبلاي الدومينيتور اللي هو x باور 2 بلس 4. طيب بعد كده يا باشا هتبدا تعمل سمبلس فورم للكلام ده. تعال نشوف ازاي. ما تنساش القانون ده. بص يا حبيبي، تمسك هنا تعملوها باي ليهم كلهم. هنا دي هتبقى 3 x باور 2، هنا x باور 2 يبقى x باور 4، بعد كده 3x باور 2 ملتبلاي 4 يبقى 12x باور 2. الناحيه الثانيه نيجاتيف 3 نيجاتيف x باور 3 ليهم كلهم. خلي بالك الساين دي هتمشي معاهم كلهم. ها، يبقى دي يا مستر هتبقى نيجاتيف x باور 5 وبعد كده نيجاتيف 4x باور 3. مستر نبدأ نعمل سمبلس فورم واحدة واحدة. هنا 4 x باور 4 وهنا x باور 4 يا مستر بالراحة كده اهو. بص عشان بس ما فيش مكان، يبقى نيجاتيف x باور 4 بلس 12x باور 2 نيجاتيف x باور 4، وتحت الدومينيتور يفضل زي ما هو. دايما الدومينيتور سيبه زي ما هو، مش هنحتاج نفك قوي. باور 2 طبعا وهنا باور 2. يبقى اللي انا عاوز اوصله لك ان احنا لما بنيجي نعمل ديريفيتيف لفراكشن خلي بالك من القانون مهم جدا جدا جدا. دومينيتور باور 2 وابدا بالدومينيتور فوق، بعد كده اقول له ديريفيتيف النوميريتور ماينس وتعكس. اعكس ايه؟ هقول له ديريفيتيف الدومينيتور ملتبلاي النوميريتور. ده كلام مهم جدا. طب تعال نشوف الجزء الثاني. بص يا حبيبي الجزء الثاني برضو هنا بتاع لما يكون عندك براكت وليه باور كبير وعندك هنا تريجونومتريك فانكشن. بالراحه واحده واحده. هنا لما يكون عندك براكت الباور ده بينزل ماشي، بعد كده البراكت بيفضل زي ما هو بس بشرط تنقص 1 من الباور، بعد كده ديريفاتيف اللي جوه البراكت. في مشكله ولا اي حاجه؟ ده مفيش مشكله وانا لسه شارح واحده زيها. هنا بقى اللي انا عاوزك تركز فيهم عشان ده بدايه ثالثه ثانوي. الديريفاتيف بتاع الساين يا مستر ديريفاتيف الساين كوزاين، بس خلي بالك لما اجي اقول لك اي تريجونومتريك فانكشن عشان تجيب الديريفاتيف بتاعهم اول حاجه افتكر ديريفاتيف الانجل الاول. فبجيب ديريفاتيف الانجل دي يا مستر دي اي اكس، يبقى الديريفاتيف بتاعها يبقى ايه بس يا مستر. تاني حاجه الساين الديريفاتيف بتاعها كوزاين اهي. والانجل خلي بالك الانجل لا تتغير، الانجل هتفضل زي ما هي اي اكس هتفضل اي اكس، مفيش تغير. تمام تمام. هنا تاني اول حاجه بجيب ديريفاتيف الانجل هيبقى ايه؟ الكوزاين الديريفاتيف بتاعها نيجاتيف ساين والانجل هتفضل زي ما هي. وعاوز اقول لك نصيحه بيني وبينك كده، اي ديريفاتيف بتاع حاجه فيها كو ديريفاتيف للكو كوزاين كوسيك، عشان ده ان شاء الله هناخده في ثالثه. كوزاين كوسيك كو يبقى تبدا على طول من غير كلام تحط نيجاتيف. ديريفاتيف اي حاجه فيها كو يبقى تحط ايه؟ نيجاتيف.
لكن ساين وتان لا. فعشان كده ديريفاتيف الكوزاين ادام كوزاين يبقى تحط نيجاتيف اهو اللي هو الايكوال ده. طب التاني يا مستر التان دي يا مستر اللي هي 6 سكوير، بس خلي بالك اوعى تتسرع، لازم تجيب ديريفاتيف الانجل الاول بعد كده تشوف ديريفاتيف التان والانجل بتفضل زي ما هي. خلاص تعال نحل على الكلام ده عشان نثبت المعلومه مع بعض. بص يا حبيبي، ده يا مستر براكت ليه باور كبير، فحضرتك قلت لي يا مستر على طول عشان تجيب الديريفاتيف بتاعك الباور ينزل، البراكت لا يتغير، وهتنقص 1 من الباور، بس اوعى تنسى الديريفاتيف اللي جوه البراكت. الديريفاتيف اللي جوه البراكت يا مستر هيبقى 6 اكس. تمام؟ بعد كده تيجي تقول لي يا مستر اظبط بس الشكل، دي 6 اكس وهنا 5 يبقى 30 اكس multiply 3 اكس باور 2 minus 4 باور 4. ده لما يكون براكت وليه باور فبتنزل باور وتشتغل. طيب يا مستر تعال بص معايا كده، لما يجي لك هنا بقى عاوز واي داش، اول حاجه بجيب ديريفاتيف الانجل 7 اكس هيبقى 7، بعد كده بجيب ديريفاتيف الكوزاين التريجونومتريك فانكشن اللي عندك كوزاين يبقى دام كو يبقى على طول احط نيجاتيف، خلي بالك من المعلومه دي. والديريفاتيف الكوزاين ساين، والانجل ما بتتغيرش، اوعى تغير الانجل بتفضل ثابته زي ما هي. تمام؟ تمام، كلام جميل جدا ما فيهوش اي مشكله. طب يا مستر ده ساين 2 اكس بلس 5، لحظه لو سمحت، انا عشان اجيب ديريفاتيف للتريجونومتريك فانكشن اول حاجه بجيب ديريفاتيف الانجل، ديريفاتيف الانجل واحطه بره. هنا كلمه بحطه بره يعني بعمل لها باي. ديريفاتيف ده هيبقى 2 صح؟ ديريفاتيف ال 5 0 عشان ده رقم كونستنت. طيب بعد كده بجيب ديريفاتيف التريجونومتريك فانكشن الساين كوزاين. طب احط نيجاتيف؟ لا يا مستر ده ساين، احنا بنحط نيجاتيف لما يكون ده كوزاين في كو. تمام؟ طب وبعدين الانجل لا تتغير. تمام؟ تمام، خلي بالك عشان ده اساس المنهج بتاعك. اخر حاجه واي داش، هنا بجيب ديريفاتيف الانجل، ديريفاتيف الانجل كام يا مستر؟ هيبقى 3. ديريفاتيف التان سك سكوير، والانجل لا تتغير. كلام بسيط والله وجميل، انا بس بفكرك بيه. انا عارف في ناس كتير فاهمه الكلام ده كويس، بس لازم تفتكره كويس جدا وتبقى فاهمه كويس جدا. اخر جزء عندك احنا اتكلمنا، قلت لك انت الكالكولس بتاعك بيتكلم في 3 محاور، ثالثه ثانوي، الليميتس، الديريفاتيف، الانتجريشن. خلصنا اول 2، ناقص لك الانتجريشن، هراجع لك عليه بالتفصيل زي ما احنا حليناه قبل كده. انا كده رجعت لك على منهج ثانيه ثانوي كله، فعاوزك تمشي معايا واحده واحده. الانتجريشن احنا كنا عارفين ان الانتجريشن ده عكس الديريفاتيف، صح؟ صح، وكن على طول ان انت العلامه بتاعته اللي هي دي اهو. احنا كنا في الديريفاتيف بننزل الباور وننقص منه 1. كلمه بننزل الباور اللي احنا قلت لك عليها هي باي، صح؟ الانتجريشن لا، انا بعمل العكس، بزود على الباور 1 واقسم على الباور الجديد. تمام؟ تعالى بص كده معايا، جايب لك هنا عاوز انتجريشن ل 3 اكس باور 2. يا مستر خلي بالك هنا هزود 1 على الباور هيبقى اكس باور 3. هي 3 اهي نزلت ماليش دعوه بيها، اهو هعمل انتجريشن هنا هزود 1 على الباور هيبقى 3 واقسم على الباور الجديد. طبعا 3 يبقى اكس باور 3، بس بزود حاجه اسمها كونستانت 3، والكلام ده احنا شرحناه بالتفصيل ليه.
ان هنا في رقم ممكن يبقى موجود رقم هنا او كده، فاحنا بنحط سي اللي هو الكونستنت. تمام. طبعا احنا عارفين ان الانتجريشن ده الانفرس بتاع الديريفيتيف. تمام. يعني مثلا لو جيت قلت لك عندك فانكشن زي دي، وجيت حضرتك قلت لك انا هعمل لها ديريفيتيف، فطبعا هنزل الباور يبقى 3x بار 2. انا بس بربط لك بالانتجريشن والايه والديريفيتيف. طب يا مستر تعالى بص، لو انا مسكت ده عملت له انتجريشن والله هيرجع زي ده. تعال نشوف. ابص هزود 1 على الباور واقسم على الباور الجديد، طبعا الكنسل ده مع ده يتبقى لك مين؟ هيرجع لاصلها. من الاخر يعني ان الانتجريشن عكسه الديريفيتيف، والكلام ده انت المفروض عارفه كويس. طيب انا هعمل معاك بقى حاجه حلوه قوي. انا هجيب لك كل الافكار بتاعه الانتجريشن من الاول خالص لاقصى حاجه، كل التكات اللي احنا عملناها في ثانيه ثانوي. تعال بص معايا كده. ده كان اول حاجه انتجريشن لرقم ايه. يعني مثلا لما اجي اقول لك انا عاوز انتجريشن ل 7، تقول يا مستر انت المتغير بتاعك اكس، يبقى الايكوال بتاعك 7 اكس، طبعا بلس سي. طب لو هنا 5 يبقى 5 اكس، 7 يبقى 7 اكس، زي كده مثلا. طيب الحاله الثانيه يجي لك براكت وليه باور. اهدى بقى وركز معايا في حته الباور ده، حته البراكت لازم ركز لو سمحت. لما يجي لك براكت زي كده وليه باور عشان تعمل انتجريشن، هتسال نفسك سؤال: هو اللي جوه ده فيرست ديجري ولا اكتر من فيرست ديجري؟ يعني سكند وثيرد وكده. فيرست ديجري ليها طريقه حل، سكند ديجري او ثيرد ديجري او ايا كان الديجري اكبر من فيرست ديجري يبقى ليها طريقه حل. طب نمشي واحده واحده. مستر اللي جوه فيرست ديجري يبقى مفيش مشكله. اول حاجه هزود 1 على الباور واقسم على الباور الجديد اللي هو n بلس 1. واوعى تنسى هنقسم على الديريفيتيف اللي جوه البراكت، ودي بتتنسي كتير. خلي بالك ان انت تقسم تجيب الديريفيتيف اللي جوه ده. الديريفيتيف بتاع اللي جوه ده ax بلس b، طبعا b ده رقم، فهجيب الديريفيتيف بتاعه يبقى ايه. مستر انا مش فاهم قوي. بص السؤال ده عشان اثبت لك المعلومه بتاعتك. جالي براكت وجواه حاجات وليه باور، فانا بسال اللي جوه بقى الحاجات اللي جوه دي فيرست ديجري ولا مش فيرست ديجري؟ ده فيرست ديجري، يبقى على طول من غير كلام هتعمل فراكشن. البراكت ما بيتغيرش، بزود 1 على الباور 5 واقسم على الباور الجديد على طول على طول. اوعى تنسى ان انت تعمل مالتبلاي ديريفيتيف اللي جوه البراكت تحت في الدومينيتور. ديريفيتيف اللي جوه البراكت هيبقى 2، يبقى الايكوال بتاعك يا مستر بص 2 باي 5 يبقى 10، وفوق 2x بلس 3 باور 5 بلس سي. اوعى تنسى ان انت تعمل ديريفيتيف اللي جوه البراكت. طب يا مستر الكلام ده جميل جدا لما كان جوه البراكت فيرست ديجري، طب لو جوه البراكت حاجه اكبر تعال نشوف. تعال بص معايا هنا. هنا بقى لما يكون جوه البراكت اكبر من فيرست ديجري كان بيسهل عليك الموضوع، بيقول لك ايه؟ بص على اللي بره البراكت، لازم يكون ديريفيتيف اللي جوه على طول على طول يا مستر. طب تعال نشوف سؤال عشان نفهم احنا بنتكلم في ايه. بص يا عم الحاج، ده براكت باور 7 وفي براكت تاني. انا عايز اجيب انتجريشن عشان افك الموضوع. البراكت ده هيبقى موضوع صعب قوي، فده باور 7 مش هتعرف تفكه. فجيت قلت له بص لحظه واحده بس، اللي جوه البراكت ده سكند ديجري، هل اللي بره ديريفيتيف اللي جوه؟ نتاكد. جيت اللي جوه ده خدته على جنب، قلت له هجيب الديريفيتيف بتاعه 2 باي 5 يبقى 10 اكس، وهنا نيجاتيف 3. يا مستر الحمد لله اللي بره ديريفيتيف اللي جوه، كلام جميل. طب وبعدين يا مستر؟ اقول له بالراحه، ادام اللي بره ده ديريفيتيف اللي جوه من غير كلام هتعمل كده. ايه اللي هعمله يا مستر؟ هزود 1 على الباور
واقسم على الباور الجديد وخلص. خلاص والله خلاص، بس كده بس. طب مش هنعمل ديريفيتيف والكلام ليه؟ ما هو انا بقول لك بسهل عليك. ده قانون، ده قانون يقول لك لو اللي بره ديريفيتيف اللي جوه اعمل زود 1 على الباور واقسم على الباور الجديد بس، ما تعملش حاجه. طب هقول لك ليه، تعالى بص عشان ما تقولش ان احنا بنشتغل كل حاجه لوحدها. بص يا عم الحاج، مش انا لسه شرح لك من شويه لما يجي لك براكت زي كده البراكت بيفضل زي ما هو، الباور ده بيزيد وبتقسم عليه تحت، صح؟ خلي بالك في بره هنا 10x minus 3. كنت لسه قايل لك حالا هتجيب ديريفيتيف اللي جوه، اوعى تنسى الديريفيتيف اللي جوه. طب الديريفيتيف اللي جوه يا مستر هيبقى 10x minus 3، وطبعا ده بيتكنسل مع ده. علشان كده هو القانون ده بيسهل عليك. خلاص ادام لقيت اللي بره الديريفيتيف اللي جوه انجز زود 1 على الباور واقسم على الباور الجديد وخلص، يبقى الايكوال بتاعك اهو وهتحط بلس سي. تمام. طيب تعال نشوف حاجه تاني. طبعا بتاع الروت قلت لك الروت ده بشيل الروت واحط باور هاف واشتغل مسألتي عادي جدا من غير اي مشكله، وهنشوف الكلام ده في الحل حالا. هنا بقى التريجونومتريك فانكشن، احنا متفقين مع بعض على اتفاق مهم قوي. في التريجونومتريك فانكشن كنا بنجيب ديريفيتيف الانجل وبحطه بره، ده في الديريفيتيف. لكن في الانتجريشن عكس الديريفيتيف. يعني ايه يا مستر؟ مش احنا كنا بنعمل باي لديريفيتيف الانجل؟ في الانتجريشن هعمل ديفايد لديريفيتيف الانجل. تعال بص كده، بص ده سؤال اهو، هو عاوز هنا انتجريشن، فجيت قلت له بص بالراحه هجيب ديريفيتيف الانجل هيبقى 7 عشان 7x يبقى 7 وال5، بس هنا في الانتجريشن بعمله ديفايد. هناك لما كنت بجيب ديريفيتيف تعالى كده بص معايا، ساين 7x هجيب الداش بتاعها، كنت بتقول لي ديريفيتيف الانجل الاول احطه بره، بعد كده الساين كنت بتقول لي كوزاين، و7x صح. يا مستر كلمه بحط ال7 بره دي معناها ان انت بتعمل باي، لكن الانتجريشن بعمل العكس، بعمل ديفايد او الديريفيتيف بتاع الانجل حطيته تحت. تمام. طب يا مستر هو الساين الديريفيتيف بتاعها كوزاين، طب الانتجريشن هيبقى نيجاتيف كوزاين والانجل لا تتغير، يبقى هنا الساين الانتجريشن بتاعها نيجاتيف كوزاين. تمام يا جميل؟ تمام. طيب تعالوا نحل بقيه التريجونومتريك فانكشن برضه عشان نحل عليهم ويثبت معانا الموضوع ده ما نتلخبطش فيه. طب تعالوا نشوف الكوزاين. مستر هجيب ديريفيتيف الانجل 4، الكوزاين الانتجريشن بتاعها ساين. خلي بالك احنا كنا لسه بنتكلم من شويه الديريفيتيف بتاع الكوزاين بنحط له نيجاتيف، لكن هنا ده انتجريشن يبقى الكوزاين ساين بس. طيب يا مستر والانجل تنزل زي ما هي مفيش مشكله. نفس الكلام مع التان والسك. هنا يا مستر بص السؤال ده، هجيب ديريفيتيف الانجل هيبقى 7 احطه في الدومينيتور، الانتجريشن بتاع سيك سكوير هيبقى تان والانجل ما تتغيرش. خلي بالك من الكلام ده. هنا بقى يا باشا ركز معايا لو سمحت، انا كده جبت لك كل الانتجريشن، هبدا احل لك جزء جزء عشان يثبت معانا الكلام ده. اول سؤال ده انا عاوزك انت تحله لو سمحت، وقف وحل لو سمحت. هنا الانتجريشن 2x بلس 3، 2 هتنزل 2، الاكس دي بزود عليها 1 واقسم على الباور الجديد، صح؟ الانتجريشن بتاع 3 بتاع اي كونستنت هتبقى 3x، واوعى تنسى السي، طبعا ده كنسل مع ده يبقى x باور 2 بلس 3x بلس c. في مشكله ولا اي حاجه؟ هنا نمبر 2 جالك فراكشن،
اتفقنا مع بعض قبل كده في الفراكشن موضوع بسيط جدا. احنا ما عندناش انتجريشن للفراكشن، كان في حاجه هتاخدها في ثالثه، لكن في ثانيه ما كانش عندك انتجريشن للفراكشن، صح؟ فقلت لك لما يجي لك فراكشن اعرف ان انت هتعمل فاكتورايز وحاجه هتتكنسل، يا اما هناخد كومن وحاجه ما هتتكنسل، مفيش تاني. يعني لما يجي لك سؤال زي ده اعمل ايه يا مستر؟ اول حاجه عشان تجيب انتجريشن هعمل فاكتورايز اكس باور 3 بلس اكس. يا مستر ده البراكت صغير وبراكت كبير، في النص بلس اكس واحده و1، وقلت لك ده اخير دايما بوزيتيف، اللي في النص عكس دي، بقول له الفيرست في نفسه، السكند في نفسه، فيرست باي سكند، وتحت اكس بلس 1. الله يا مستر مش ده هيتكنسل مع ده؟ والله. بعد كده اقدر اجيب انتجريشن لده بكل سهوله اهو. تعال نشوف انتجريشن بتاع اكس باور 2. هتقول لي يا مستر اكس باور 3 ديفايدد 3. انتجريشن بتاع الاكس تقول لي اكس باور 2 ديفايدد 2. الانتجريشن بتاع ال1 اكس يا مستر بلس سي. ليه؟ احنا بنزود 1 على الباور ونقسم على الباور الجديد. زودت 1 على الباور وقسمت على الباور الجديد، ال1 حطيته اكس. فيها مشكله؟ ولا اي حاجه والله، كلام بسيط. هنا بيقول لك عاوز انتجريشن بتاع نيجاتيف 2 زد، دي زد خلاص، ما هو دي زد وهنا زد اللي متغير زي بعض، هنا اكس وهنا متغير اكس، هنا اكس ومتغير اكس، خلاص. فاقول له الانتجريشن بتاع ده اعمل ايه؟ هزود 1 على الباور واقسم على الباور الجديد، يبقى نيجاتيف 2 زد باور 2 على 2. ليه يا مستر؟ عشان دي باور 1، زودت 1 بقت 2، يبقى الايكوال بتاعك نيجاتيف زد باور 2 بلس. في مشكله ولا اي حاجه يا مستر؟ كلام بسيط وجميل ما فيهوش اي حاجه. مستر هنا ده 2 براكتس، ما تحورش، موضوع بسيط. ال2 براكتس دول كان فكهم، همسك ده اعمله بايلوب اهو، اكس باي اكس يبقى اكس باور 2، اكس باي 1 نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف اكس، نيجاتيف 5 ملتبلاي اكس يبقى نيجاتيف 5 اكس، نيجاتيف 5 باي ده يبقى بوزيتيف 6. حاجه اقول له انتجريشن اكس باور 2، هنا نيجاتيف اكس و5 اكس يبقى نيجاتيف 6 اكس بلس 5 تايمز 5. طيب وبعدين يا مستر؟ خلاص خلصت، هتعمل انتجريشن عادي، زود 1 على الباور واقسم على الباور الجديد، يبقى اكس باور 3 على 3، 6 اكس باور 2 على 2، ال5 هيبقى 5 اكس بلس سي. هتعمل بس سمبلس فورم للشكل ده، هيبقى ثيرد اكس باور 3 ماينس 3 اكس باور 2 بلس 5 اكس. كلام بسيط ومفيهوش اي حاجه. طيب ممكن حضرتك لو سمحت توقف وتحل؟ موضوع بسيط جدا، توقف وتحل. تمسك ده، فك البراكت الاول، يعني تمسك ال 2 اكس دي تعملها باي للبراكت، تعمله باي هنا مره وهنا مره. لو سمحت وقف وحل. 2x باي 2x ملتبلاي x باور 2 يبقى 2x باور 3، 2x ملتبلاي 3 يبقى بوزيتيف 6x. نعمل انتجريشن عادي، زود 1 على الباور يبقى 2x باور 4 على 4، وهنا 6x باور 2 على 2 بلس c. ده half x باور 4 بلس 3x باور 2. تمام؟ كلام بسيط اهو، ماشي معاك واحده واحده. احنا هنعلى مع بعض بالافكار. بص هنا بقى يا جميل، عاوزك بقى فكر معايا. مستر ده اكس باور 2 ينفع اعملها باي عشان في باور هنا؟ تعالى بقى اقول لك على حاجه. تعالى لما تلاقي هنا الباور ده هو الباور ده، الاثنين زي بعض، تعمل براكت كبير باور 2، وهيبقى عندك هنا دي اكس وهنا دي 3
بلس 1 على اكس. تاني لما تلاقي الباور ده هو الباور ده، خد براكت كبير واحد باور 2. تمام. بعد كده يا مستر براكت باور 2 مالكش دعوه بيه، هنمسك الاكس دي نعملها باي هنا مره وهنا مره كده تقدر، لكن هنا ما تقدرش عشان البراكت ده ليه باور، فما ينفعش تعمله باي كده على طول. تمام. اكس باي 3 يبقى 3 اكس، اكس ملتبلاي 1 على اكس يبقى 1. في مشكله في الكلام ده؟ طب وبعدين يا مستر؟ خلاص ده براكت هتعمله انتجريشن عادي، وده فيرست ديجري كمان يا مستر. فتيجي تقول له يا مستر بص، البراكت ما بيتغيرش، بس الباور ده هيزيد 1 يبقى 3، يبقى احط 3 تحت، وكمان بعمل ديريفيتيف اللي جوه البراكت عشان ده فيرست ديجري ودي بتتنسي. هجيب ديريفيتيف اللي جوه البراكت اللي هو 3، يبقى الايكوال النهائي بتاعك ده يا مستر هيبقى 1 على 9 3x بلس 1 باور 3 بلس c. ده الحل بتاعك. بالراحه كده لو سمحت تاني، x باور 2 وبراكت باور 2، يبقى خليته براكت واحد بس كل باور 2. هنا x هتعملها باي للبراكت، x تعملها باي للبراكت. تمام. يبقى x باي 3 يبقى 3x، x باي 1 على x يطلع لك الايكوال ده. طيب طيب تعالى نشوف بعد كده. ايه ده يا مستر؟ ده هنا باور 6 وهنا باور 10، يعني مش هينفع يبقوا الاثنين باور واحد. طيب مستر، مش انت لسه قايل لي من شويه لما تلاقي هنا باور كبير وفي حاجتين مضروبين في بعض، شوف اللي بره ده لو ديريفاتيف اللي جوه هيسهل عليك. طب ما انا هاخد اللي جوه ده هعمله ديريفاتيف على جنب، هنزل ال7 وانقص منها 1 ديريفاتيف، بعد كده ديريفاتيف ال4 0. يعني معنى كده ان اللي بره ديريفاتيف اللي جوه. الحمد لله يا مستر، ادام اللي بره ديريفاتيف اللي جوه الموضوع انتهى. هتيجي حضرتك هتقول لي البراكت ينزل زي ما هو، زود 1 على الباور واقسم على الباور الجديد وخلصت المساله. ده ليه؟ عشان انت خدت بالك ان اللي بره ديريفاتيف اللي جوه. كلام بسيط ولسه قايلين. طب وده لو سمحت بقى انت حلو، احنا لسه قايلين دلوقتي لما يجي لك فراكشن، احنا في الانتجريشن ما بنحبش الفراكشن، بنخلص من الفراكشن. هنخلص منه ازاي؟ يا اما بتاخد كومن ويتكنسل مع اللي تحت، يا اما بعمل فاكتورايز ويتكنسل حاجه من اللي تحت. ده هنعمل له فاكتورايز، برافو، ونكمل. لو سمحت وقف وحل. بص يا جميل، تعالى ده هتعمله تفتح له 2 براكتس، هيبقى اكس واكس، طبعا ده واحد الاثنين هيبقوا نيجاتيف، وهتبقى 2 و3. طبعا انت بتعمل ده مود 5 مود ايكويشن 3 وتبدا تشتغل. كنسل، هيبقى لك انتجريشن اكس ماينس 3. خلاص خلصت كده. زود 1 على الباور واقسم على الباور الجديد. هنا دي هتبقى 3x دي ماينس بلس سي. كلام بسيط ومفيش مشكله. طب يا مستر ده فراكشن وانا ما بحبش الفراكشن. طب يا مستر ينفع نعمل فاكتورايز؟ لا. طب في حاجه تتكنسل؟ لا. طب مش اللي تحت ده ممكن اطلعه فوق واخلص من الفراكشن؟ اهو 3 2x بلس 1 باور نيجاتيف 4، عشان ده في الدومينيتور طلع فوق. صح؟ يا مستر صح. ونبدا نكمل مسالتنا عادي خالص، ما فيش اي مشكله. ومعلومه خلي بالك، لما يكون في رقم زي ده طلعه بره عادي، عادي والله عادي، رقم ادام رقم ما فيش مشكله، لكن لو اكس او اي متغير ما ينفعش يطلع بره. طيب تعال نشوف هنا يا مستر جوه فيرست ديجري ما فيش مشكله. طيب هقول له 3 دي ماليش دعوه، البراكت بيفضل زي ما هو، الباور بيزيد 1، يعني دي نيجاتيف 4 هزود 1
يبقى نيجاتيف 3 واقسم على الباور الجديد. تمام تمام. وبعدين يا مستر بجيب ديريفاتيف اللي جوه البراكت اللي هو 2 ونطلع الايكوال بتاعك. ده هيبقى نيجاتيف 6 وهنا 3 طبعا هيبقى نيجاتيف هاف 2x ماينس 1 باور نيجاتيف 3. واحد تاني يقول لي يا مستر انا بحب اخلي الشكل النهائي بتاعها نيجاتيف 1 على 2 ده عشان نيجاتيف هينزل تحت يبقى 2x بلس 1 باور 3. تمام تمام. في مشكله في الكلام ده ولا اي حاجه يا مستر؟ طيب تعال نشوف نمبر 10. انا بحاول اجيب لك كل الافكار اللي كانت فيها تكات كده كنا بنجيبها وبنحلها ازاي، نمشي مع بعض واحده واحده. طب يا شباب تعال نشوف نمبر 10. نمبر 10 ده لو سمحت وقف الفيديو حله، ما انا عاوزك تحل. يعني كل الاسئله اللي احنا بنحلها دي عاوزك توقف وتحل وتجرب وتشوف وحاول حل بايدك عشان بس تفتكر وتشغل الدنيا معاك تاني. بص يا عم الحاج، ده براكت باور 8 حلو. طب اللي جوه فيرست ديجري يا مستر عشان اكس باور 1. طب ما ده عارفينه كويس. بعمل فراكشن البراكت بيفضل زي ما هو ما بيتغيرش باور 9 عشان ازود 1 على الباور وبقسم على الباور الجديد. بس اوعى تنسى الديريفاتيف اللي جوه البراكت. برافو. الديريفاتيف اللي جوه ده مش هنا فيه 1 يا مستر يبقى ده ثيرد عشان الناس بتتلخبط في الحته دي قوي عشان كده جايبت السؤال ده. طيب يا مستر وبعدين هيبقى ده ثيرد 9 ملتبلاي ثيرد هتبقى 3 سوري عشان بس الناس ما تتلخبطش. هيبقى تحت يا مستر 3 وفوق اكس على 3 بلس 2 باور 9 بلس 3. في مشكله في ده ولا اي حاجه؟ تعال نشوف السؤال ده. انا لسه حلل لك واحد زيه فلو سمحت حل، ولازم تحل بايدك عشان تستفيد. لازم تحل بايدك. انت لو عندي في السنتر هخليك تحل، فانت لازم تستفيد من الحصه. وقف وحل. تمام. قلت لك من شويه لما لقيت براكت زي ده وفي بره باي، لما لقيت هنا 5 وهنا 5 ادام الباورز زي بعض فبعمل كده انتجريشن واعمل براكت كبير باور 5. طيب وبعدين جوه ده هتقول لي اكس وهنا 7 بلس 1 على اكس. خلاص انا خدت الباور ده والباور ده حطيتهم فوق. بعد كده بمسك الاكس دي اعملها باي هنا مره وهنا مره يبقى الانتجريشن بتاعك بص كده معايا اكس باي 7 يبقى 7 اكس. اكس باي 1 على 7 على اكس سوري يبقى تشيل الاكس دي مع الاكس دي هيبقى لك 1. خلاص بعد كده هعمل انتجريشن عادي جدا زي اللي انا كنت لسه حله فوق. براكت وليه باور تعمل فراكشن البراكت بيفضل زي ما هو بس ازود 1 على الباور واقسم على الباور الجديد. بس اوعى تنسى الديريفاتيف اللي جوه البراكت. هيطلع لك هنا 7 يبقى الايكوال بتاعك يا مستر 7x بلس 1 على 6 وتحت 42 بلس c. كلام جميل وما فيهوش اي مشكله. نمبر 12 هنا روت. قلت لك الروت ده بنخلص منه. تعالى بص ده كيوبيك روت. جوه الكيوبيك روت 9x ماينس 4 باور 2. طب اخلص من الروت ده ازاي؟ البراكت ده هينزل زي ما هو 9x ماينس 4 مفيش مشكله. هنا الباور اللي بره ديفايدت اللي ايه؟ سوري الباور اللي جوه ديفايدت اللي بره يبقى 2 على 3. على ما اظن كده حضرتك تقدر تحل السؤال ده بكل سهوله. ليه يا مستر؟ ده مساله عاديه خالص. براكت طبعا انت بتعمل انتجريشن هنا. ده انتجريشن عادي جدا تقدر اي حد يقدر يحله بكل سهوله. فلو سمحت وقف وحل. وقف وحل. لازم تحل بايدك. انا عارف انت ما وقفتش ماشي. اول حاجه يا مستر ادي 9x ماينس 4 هزود 1 على الباور اللي هو يبقى مستر 5 على 3 واقسم على الباور الجديد. برافو. ملتبلاي الديريفاتيف اللي جوه البراكت اللي هو يبقى 9 يا مستر. هنطلع الايكوال ده هيطلع لك بص كده يبقى 9x ماينس 4 باور 5 على 3 وتحت ده هيبقى 15.
في مشكله في الكلام ده؟ طبعا ما تنساش ان بلس سي حضرتك ممكن تحل ده بكل سهوله. واحد شايفها صعبه بس هي سهله جدا والله، ما فيش اي حاجه. ماشي، ممكن حضرتك انا توقف بس وتحل ال3 اسئله دي. لازم تحل، لازم تحل. شوف انا قلت لك من اول حصه 100 مره لازم تحل. الماس ما ينفعش تتفرج بس، لازم تحل بايدك عشان تستفيد من الحصه. طب لو ما حلتش يبقى ملهاش لازمه الحصه. تمام؟ بص يا جميل، قلت لك لما يجي لك فراكشن هي هتعمل فاكتورايز يا تاخد كومن، بس هنا في اكس وهنا في اكس، فهاخد اكس كومن. لما اخد اكس من هنا كومن اخد واحده بس، وهنا اكس ديفايدد اكس ب1، تحت اكس ماينس 1. حلو حلو، كنسل ده مع ده هيطلع لك اكس. طب يا مستر هو الانتجريشن بتاع الاكس ايه؟ حبيبي انت هتزود 1 على الباور وتقسم على الباور الجديد، يبقى ده يا بابا يبقى اكس باور 2 على 2 بلس سي. خلص. طب وده 6 سكوير اللي الانتجريشن بتاعها تان. يبقى اول حاجه هعمل فراكشن، اجيب ديريفيتيف الانجل واقول له الانتجريشن بتاعت 6 سكوير تان، والانجل لا تتغير. خلصت. طب تحت هنا براكت وده براكت، هنمسك ده هنفك البراكت ده، تعمله بايلي ده مره وده مره وده مره، بعد كده 2 ملتبلاي ده ملتبلاي ده ملتبلاي ده، ده في الاخر هيطلع لك اللي هو اكس باور 3، وهنا ده الكيوبيك روت بتاع ده يبقى 8، عشان ده البراكت الصغير والبراكت الكبير. فلو انت خدت بالك هتسهل على نفسك حل كتير، لو ما خدتش عيش مع نفسك شويه. تقدر تحل ده بكل سهوله طبعا. الانتجريشن ده هزود 1 على الباور واقسم على الباور الجديد. الانتجريشن بتاع ال8 هيبقى 8x بلس c. كلام بسيط وما فيهوش اي مشكله. انا حاولت اجمع لك كل الافكار اللي ممكن تجي لك في الانتجريشن اللي انت خدتها في ثانيه ثانوي. تمام؟ انا كده رجعت لك على منهج الثانيه ثانوي كله، الحاجات اللي انت هتحتاجها مهمه بالنسبه لك جدا في اللي جاي. تعال بص معايا هنا، ده انا لسه حل الكلام ده من شويه. دي ساين، هجيب ديريفيتيف الانجل الاول 4، بعد كده الانتجريشن بتاع الساين، نيجاتيف كوزاين 4x ماينس 3. ما تنساش تحط بلس. تعال بص السؤال ده، ايه ده؟ هجيب انتجريشن ساين ملتبلاي كوزاين، هو ده فيرست ملتبلاي سكند؟ ما عندناش الحته دي. في واحد ذكي قال لي خلي بالك يا مستر البتاعه دي شبه الدبل انجل، وخلي بالك ده اللي احنا هنتكلم عليه وده اللي مهم اللي هيقابلك كتير في حل المسائل اللي جاي في ثالثه ثانوي. الشكل ده ساين وادي كوزاين، فتيجي حضرتك زي الشاطر تيجي تقول لي يا مستر انا فاكر القانون ده من شويه. بص القانون ده كان بيقول لك ايه؟ ساين 2a 2 ساين a. طب يا مستر هو مديك ساين a كوزاين a بس، يبقى 2 دي هتروح الناحيه الثانيه. يبقى افهم من كده ساين كوزاين دي معناها هاف ساين 2x. يا مستر يعني انت قصدك كده ان لما جاب لي ساين كوزاين بس معناها نص ساين 2a؟ والله عشان ساين 2a معناها 2 كوزاين ساين كوزاين، فلما جاب لي ساين كوزاين بس معناها نص 2a. طب وده ينفع نعمله انتجريشن بكل سهوله والله. الهاف نزل زي ما هو، بتعمل فراكشن، بجيب ديريفيتيف الانجل الاول اللي هو 2، بعد كده الانتجريشن بتاع الساين انا لسه قايل لك نيجاتيف كوزاين 2x، يبقى الايكوال النهائي بتاعك 2 باي 2 هتبقى 4، 1 باي نيجاتيف يبقى نيجاتيف كوزاين 2x بلس c. وخلي بالك المسائل دي كتيره جدا جدا جدا، معتمده على الدبل انجل والصم بتاع التو انجلز، ده مهم جدا. عشان كده نصيحه
هتلاقي هنا في الكورس التأسيسي بتاعنا ده أفكار كتيرة ممكن تكون عالية شوية، عشان عاوزك تنسى أولى وتانية ثانوي. الامتحانات بتاعت أولى وتانية ثانوي دي كانت امتحانات عبيطة، امتحانات سهلة مباشرة ما فيهاش أفكار، وكانت الأفكار معتادة يعني. لكن في تالتة الامتحان بتاعك بيجي من المركز القومي للامتحانات، فالمركز القومي للامتحانات بيبقى أفكاره عالية شوية. فعشان كده احنا كنا في أولى وتانية كنت لما بعلم معاك الأفكار فكنت تيجي تقول لي يا مستر هو ليه احنا مصعبينها كده؟ الامتحانات بتيجي اسهل من كده، ولما جينا حلينا الامتحانات لقينا حاجات سهله. علشان ادربك ليوم زي ده، ان انت في ثالثه هتبقى محتاج الشغل العالي. وحتى لو لاحظت في الاسئله اللي انا كنت جايبها لك فيها افكار بسيطه، لكن في اللي احنا هنمشي عليها طول السنه لازم يكون عندك الاساس ده كويس جدا جدا جدا. عشان كده اسسنا كويس عشان نعرف نبني كويس. فلازم لو سمحت تركز في الكلام اللي انا قلته ده النهارده، تبقى فاهمه كويس عشان تعرف تجي لي اول حصه تبقى فاهم 100%. تمام يا شباب؟ اشوفكم على خير والسلام عليكم.